يو السلام عليكم، جيسبر كو فوز الي بيان ليكيب. ولينا لكم في نوفال فيديو من لا سيري تاع الاي تي. في الخطره اللي فاتت حكيت لكم على المودر بورد، حكيت لكم لي بور اللي فيها وكذا، وقلت لكم بلي المره الجايه نحكي لكم على السي بي يو اون ديتاي. الور اليوم بربي ان شاء الله راح نقصروا على السي بي يو، نحكيو وش هو السي بي يو، ليستوار تاعو، ونفهموا مع بعضنا وش هو البروسيسور. بإون فاصون سامبل، مانيش ندخل في بزاف لي ديتاي، مي راح ندخلوا في شويه لي ديتاي في اخر الحلقه ان شاء الله، راح تكونوا فاهمين وش هو السي بي يو وتعرفوا تخيروا السي بي يو وليتس جو. بون ليكيب، الحاجه الاولى اللي نبداو بها وش هو السي بي يو، وش معناها سي بي يو ولا وش معناها بروسيسور. هو سنترال بروسيسنج يونيت، يعني هو لونيتي اللي دير لنا البروسيسنج ولا المعالجه. البروسيسور هو قطعه جد 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 مهمه في الكمبيوتر ولا في البي سي، وهو الدماغ او المخ تاع البي سي. هو اللي يستقبل الانبوت ولا يستقبل التوجيهات من عند لوتيليزاتور. هاد التوجيهات منين راح يستقبلهم؟ راح يستقبلهم من الرام ولا لا ميموار اللي راح نشرحوها في ليبيزود بروشان ان شاء الله. كي يستقبل هذوك المعلومات يستقبلهم اون بينار ولا يستقبلهم اسمها بفورما ماهيش بينار، يعني غلط. واش يدير لهم ابري؟ يديكوديهم يردهم بينار، ابري يحسب هذوك الحسابات لي زانستركسيون اللي تعطيهم له انت اون كود، يحولها من البينار ويكزيكوتيهم ويعاود يرد لك الاوتبوت، يعاود ينكوديه ويرده لك. وين نلقاو هذا السي بي يو؟ السي بي يو خوتي نلقاوه في هذيك البلاصه كيما راكم تشوفوا في وسط المذر بورد، يعني في قلب لاكارت مار نلقاو السي بي يو. غالبا ما يجي الشكل تاعو يجي كاري ولا ريكتونغولار على حساب كل خطره كيفاش يكون، مي غالبا يكون كاري. حنا ليكيب لازم نعرفوا حاجه، لازم نعرفوا واش الحاجه سبيسيال اللي يقدر يدير هذا السي بي يو، يعني واش الحاجه الخاصه به. صح، نسقسيك انا سؤال، قداه تقدر ندير عمليه حسابيه في الثانيه؟ كانسان نورمالمون ما تقدرش، اباريطا واحد زائد واحد دير زوج، مع عمليات معقده ما تقدر لهمش. كالكولاتريس نقول لك تقدر دير بها اكثر، نقولوا 10 10 عن بالي محاله، يعني 10 في الثانيه تقدر ديرهم الكالكولاتريس، انت ما تقدرش تكتبهم، مين كالكولاتريس تقدر دير 10 في الثانيه. نروحوا البروسيسور قديم اللي هو البنتيوم، في المتوسط يدير 100 مليون عمليه حسابيه. درك انت تبان لك واو شغل 100 مليون نيميرو كبير، يعني نقول لك 100 مليون عمليه حسابيه في الثانيه الواحده. ما انا باه نفهمك واش قوه السي بي يو. سي بي يو متوسط برك كيما الرايزن 5 5600 اكس اللي راه مشهور بزاف في الجزائر، يقدر يدير من 40 الى 50 مليار عمليه حسابيه. انا عميه مليار، 40 مليار عمليه حسابيه في الثانيه الواحده. ايماجيني واش معناها. واش حب يقول؟ باه نعطي لكم سهله، اذا كنت انت تقدر دير عمليه حسابيه واحده في الثانيه، باش توصل لهاد ال 40 ولا 50 مليار لازمت لك 1585 عام متواصل من الحساب باش تقدر توصل لها. السي بي يو هاد ال 1585 عام يديروا في ثانيه واحده. دوك لازم نفهموا حاجه، باللي كي تفرج فيديو كيما انا قايل لكم هنا يوتيوب، ولا تلعب جو، ولا تدخل ابليكاسيون، هذيك كل هما مشاكل رياضيه ولا كيما نقولوها تمارين رياضيه صغار، دي بتيت كالكولاسيون اللي قاعدين يتحلوا بسرعه كبيره. بهادوك لي كالكولاسيون هما اللي يحدوا اسكو حتدخل الفيديو ليه، اسكو الجو يمشي لك خفيف ولا ثقيل ولا. دونك اعرف بلي كي تخدم سوا بالتليفون سوا بالبي سي، راهو هذيك السي بي يو اللي عندك في البي سي راهو يدير في عمليات رياضيه سريعه جدا. حاجه واحده اخرى لازم نعرفوها خاوتي، هي الهيستوري تاع السي بي يوز هادو، ولا ليستوار ولا التاريخ تاع لي بروسيسور هادو. هنا كاين واحد النقطه بزاف يتجادلوا عليها. كاين اللي يقول لك اول بروسيسور استعمل في الطيارات الحربيه اف 14، كان يحسب تسمى الاير داتا لاتيتود وهذوك. وكاين ناس تقول لك الانتل 4004 اللي كانوا يوتيليزا في اون كالكولاتريس جابونيز. درك هنا لازم نفهموا حاجه، اول بروسيسور حقيقي كوميرسيال متاح للعامه كان هو الانتل 4004. دونك حنا نقدروا نقولوا انه اول بروسيسور كان انتل 4004، مي حقيقه اول حاجه مشات بالبرانسيب تاع لو بروسيسور هما الطائرات الحربيه تاع الاف 14 الامريكان نورمالمون كان مانيش غلط. صح.
اول بروسيسور الانتل 4004 هذا كيما راكم تشوفوا فيه في التصويره، كانت لا فيتاس تاعو 108 كيلو هرتز حتى ل 740 كيلو هرتز. يعني ضعيف بزاف على واش عندكم نتوما. دركا نتوما راكم ماشي بالكيلو هرتز وماشي بالميجا هرتز، رانا نخدموا بالجيجا هرتز خاوتي. يعني رانا فرق جاب كبيره. ما نساوش بلي هذا البروسيسور كان فيه 1971، وكما تشوفوا فيه ما كانش حاجه معقده بزاف الاركيتكتور تاعو. يعني بيان سور كان راح يكون ابطا على السي بي يو اللي رانا نخدموا بهم درك. الامكانيات تاعو يعني ماشي كيف كيف. درك ندخلوا في المفيد خاوتي، غندخلوا في المفيد. وش هو المفيد؟ هو لي ترانزستور. هنا راح نطول شويه، راح نفهمكم وش هما لي ترانزستور. لي ترانزستور خاوتي هما اون بياس صغيره بزاف، ما تقدرش تشوفها، غالبا تكون 1000 مره اصغر من الشعره تاع الانسان. يعني صغيره بزاف. واش دير لنا ترانزستور ولا واش يدير لنا هذا الترانزستور؟ الترانزستور هذا خاوتي هو كي اللومبا كي تشعل يعطيك واحد، كي يطفى يعطيك زيرو. كيما ما فين تشوفوا في لي فيلم خاوتي، بالك اللي تفرج ماتريكس يشوف باللي البي سي ما يفهمش اللغه تاعنا، يعني يفهم اللغه بينار. وان شاء الله ندير لكم حلقه على كيفاش تفهموا البينار وسي كوا يعني سيستم بينار. بي سي يفهم الزيرو والان. علاه يفهم زيرو والان البي سي؟ باسكو البي سي في نهايه المطاف يتركب فيه تريسيتي ويطفى. يعني البي سي هذاك واش يفهم اون اند اوف. هادو لي ترانزستور هما بزاف لي لومب صغار اللي يشعلوا لنا اون اند اوف، يعني يمثلوا لنا الواحد او الزيرو. من الواحد والزيرو هذاك نقدروا نوصلوا لواش رانا واصلين درك. من الواحد والزيرو ينتج الفيديو، تنتج التصويره والتكست والموسيقى، كل شيء من دي زيرو ودي ان. لي ترانزستور اول مره انتجوا في 1947 في بيل لابس. بيل لابس درك شراتها نورمالمون نوكيا، والله مانيش متاكد، من المهم تباعت الشركه. لو ترانزستور كاين بزاف يعتبروه اهم اختراع في القرن العشرين، وكاين ناس يكومباريوه حتى باختراع النار، يعني ولا باكتشاف النار. يعني كاين يقول لك نفس القيمه، لانه بلا ترانزستور اي حاجه تكنولوجيا ما تكونش كاينه. الترانزستور هو الصح صح. دونك حنا واش نفهموا؟ ترانزستور هو لومبا. كيكونوا عندنا بزاف لي ترانزستور كيما هنا واش يقول لك 6 مليار تاع لي ترانزستور، كيما في الرايزن نورمالمون فيه 6 مليار. يكونوا لنا سي بي يو، يعني ترانزستور هو لومبا تشعل وتطفى. بزاف من اللومبات اللي يشعلوا يطفاو يكونوا لنا سي بي يو. البي سي واش يدير؟ هو هادو اللوانب يشعلوا ويطفاو. يعني نعتبرها بلي نشعلوا ونطفيو بزاف منهم في ان واحد باش نديروا دي كالكولاسيون. كيما قلت لكم نتوما ما يهمكمش في الديتال، المهم اعرفوا باللي لو بروسيسور يتكون من دي بتي ترانزستور لداخل اللي يتبدلوا بسرعه كبيره، يمثلوا لنا اصفار ووحدات. هذا مكان حاجه حكيت عليها البارح ونعاودها للناس اللي ما تفرجوش الفيديو تاع المودر بورد. هما السوكيتس. نعرفوا باللي هادو لي بروسيسور فيهم اول حاجه زوج شركات مصنعه، وحده اسمها انتل وحده اي ام دي. هادو هما الشركات اللي يصنعوا لنا لي بروسيسور تاع لي بي سي. مانيش نحكي على الماك ومانيش نحكي على السناب دراجون تاع التليفونات وكذا. نحكي لكم يعني غالبا لي بي سي فيهم سوا بروسيسور انتل سوا بروسيسور رايزن. هادو يخدموا بدي سوكيت، يعني عندهم كي يركبوا في الكارت مير. عندنا حاليا لي جينيراسيون الاخرين نخدموا بالال جي 1700 ونخدموا بلا ام 5 في الرايزن. هادو لي سوكيت برك حاجه تعرفوها الجدد. كي تعود تشري كارت مير لازم الكارت مير ديك تقول لك باللي يقولوا لك باللي تقرا السوكيت ال جي 1200. صافي دير انت كي تشري بروسيسور لازم لك البروسيسور ثاني يكون ال جي 1200. هذا مكان. هذا واش لازم تعرفوا على لي سوكيت. دوكا نروحوا لي جينيراسيون. واش هما لي جينيراسيون تاع لي بروسيسور، ولا كيفاش قاعدين يتطوروا، ولا كيفاش ندوكيومونتي ولا نسجلوا يعني تطور تاع لي بروسيسور. عندنا الحاجه الاولى خاوتي، لازم نفهموا علاه الشركات يطوروا في لي بروسيسور. علاه؟ اجابه باينه، باش يديروا دي كالكولاسيون اكثر وما يديوش لي سباس بزاف، ينقصوا لهم في السخانه. يعني كاين بزاف حوايج بيهم اللي يعني على جالهم نطوروا من لي بروسيسور. هنا واش يقول لك؟ يقول لك نورمالمون اذا شريت بي سي ولا يعني تسمع باي 5 اي 3 اي 7، ابري ورا اي 7 هذيك واش تسمع؟ 5 جينيراسيون 7 جينيراسيون 13 جينيراسيون 14 جينيراسيون. ولا في الرايزن الناس اللي في الاي ام دي تسمع رايزن 5000 7000 9000 3000 مثلا. واش معناها هادو بكل؟ صح. حنا واش لازمنا نفهموا؟ لا جينيراسيون هذه هي اون اركيتكتور
تاع السي بي يو، يعني وكانها كيما هنا كتبت لكم هاوس فلور بلان. شفتوا خاوتي البلو برينت هذيك، شفتوا كيقعد يخدم الاركيتكتور يدير البلون، هذاك هو الاركيتكتور. هو واش يديروا، واش حابين يوصلوا، هو البروسيسور كيفاش نقدروا نردوه اقوى. نخليو نفس السايز، يعني الكاري يبقى نفسه، وانما نقصوا في الكبر تاع لي ترانزستور ونكثروا من لي ترانزستور. على قد ما يزيدوا لي ترانزستور في كاري واحد صغير، على قد ما تزيد لا بيرفورمانس. وماشي غير ينقصوا في السايز، ينقصوا السايز ويعاودوا لهم الترتيب تاعهم كما كتبت لكم هنا they rearrange the transistors to work smarter. المهم هنا عطيتكم دي زيكزامبل من لي سي بي يو المعروفين. تلقاو رايزن 5، يعني رايزن تاع انتل، ابري 5 ماهيش لا جينيراسيون باش نكونوا في حسابنا. ابري نلقاو 5600 الحرف الاول هذا الرقم الاول 5 هو لا جينيراسيون، 5 جينيراسيون. 600 اكس، ابري نلقاو اي 5 10300 يعني 10 جينيراسيون. ابري نروحو انتل 14 900 كا 14 يعني لا 14 جينيراسيون. دركا بالك كنتو تشوفوا مع لي نيميرو هادوك، كنتو تشوفوا الكا بالاحمر والاف بالاحمر، وقاعدين تسقسيو علاه مدايرهم بالاحمر، وعلاه كاين حروف مادام كاين نيميرو وعلاه مدايرين حرف حنا صح. هادوك الحروف خاوتي اللي في اخر سي بي يو عندهم معاني ساهلين بزاف، وما اصلا ماشي بزاف هاد الحروف، وعندهم معاني بسيطه. مثلا كي نلقاو في الانتل كا مع الاخر مثلا 7700 كا 14700 كا، حاب يقول باللي هذا البروسيسور نقدروا نديروا له اوفر كلوك، يعني نقدروا شتو القوه تاعو نزيدوا ندزوا لها شويه برك، باش نديروا في حسابنا باللي كي نحبوا نزيدوا في القوه تاع البروسيسور راح يولي يسخن اكثر، دونك لازم لنا تبريد احسن. هذه حاجه لازم تكونوا على بالكم بها، لانه اذا سخن البروسيسور يصرى واحد البروسيسور اسمه ثيرمال ثروتلينغ نورمالمون، وين السي بي يو راح ينقص في البرفورمانس تاعو باش يحافظ على السخانه، باش ما يسخنش بزاف وباش ما يتحرقش. يعني هذه ميكانيزم تاع امان في لي سي بي يو. اي ام دي كي تلقاو الاكس كيف معناتها اوفر كلوكابل، نفس الحكايه كيما الكا في الانتل. نروحوا الاف حب يقول ما نقدروا منه ما نقدروش نخرجوا جرافيكس. شفتوا في الكارت ماركين نلقاو لاش دي ام اي، لازم البروسيسور يكون فيه جرافيكس اسمها انتجريتد جرافيك كارد، يعني لازم يكون فيه اون كارت جرافيك انترن هذاك البروسيسور. اذا كان اف لازم لك تشري كارت جرافيك، فهمتوني؟ بار اكزومبل كيما تلقاش الاف معناتها راهو فيها انتجريتد جرافيك كاردز. في الجي كيما الناس اللي تشري 5400 جي كذا، هذوك لي بروسيسور تاع ام دي هذوك فيهم اون كارت جرافيك انترن صغيره صح. نروحوا للانتل يو، اليو نلقاوها بزاف في لي لابتوب خاوتي، لي لابتوب يعني من الاخر يعني بيرفورمانس مليحه وما ياكلش وما يكونسوميش انرجي كبيره. والاش في الاي ام دي نفس لو برينسيپ. عندنا الاكس والاكس اللي هما الاكسترام، من اسمهم تعرف يعني اكسترام يعني كيما نقولوا حنايا البرفورمانس تاعهم خارقه ولا قويه بزاف ولا اوفر كيل بزاف. عندنا هنا ما فهمتوش بها البريزونطاسيون. المهم اذا كانوا زوج حروف خاوتي، اذا كانوا زوج حروف معناتها زوج حوايج ملمومين، يعني كا اف تجمع بين الكا والاف، يعني تقدر اوفر كلوكيه، والاف ما فيهش جرافيكس كارد، يعني ما فيهش جرافيكس كارد وتقدر اوفر كلوكيه. هذا مكان، هذا هو المفهوم تاع هذوك الحروف اللي تلقاهم ورا السي بي يو. دونك ليكيب الفيديو تاع اليوم كان قصير، ما حبيتش نطول عليكم، ما حبيت ندخل في حتى ديتاي تكنيك. تعرفوا برك البروسيسور وين يركب، يتكون من حوايج اسمهم لي ترانزستور، يدير بزاف لي كالكولاسيون بار سكوند، لي جينيراسيون تاعو ولي سوكيت تاعو. جو بونس كوفريت كلش. الخطره الجايه راح نحكيو على الرام، باسكو خاوتي الرام والبروسيسور يخدموا مع بعضهم، الرام والبروسيسور صحاب. تقدروا ديروا البروسيسور هو الشاف، والطابله هي لا رام. لا رام والسي بي يخدموا مع بعضهم صحاب يتفاهموا. الخطره الجايه بربي ان شاء الله نفهموا لا رام، ولا رام يعني حتكون من احسن الحلقات، باسكو لا رام خاوتي ممتعه بزاف كي تتعلموها كيفاه تمشي. باش نعطيكم عليها نبدا خفيفه باش تروحوا تشارجيو بشويه. لا رام خاوتي هي ان ستوكاج كيما منها من ديسك دورو، مي كاين فرق. هاد الستوكاج الرابيديتي تاعو ولا السرعه تاعو كبيره بزاف، يعني 16 جيجا تاع لا رام ماشي كيما 16 جيجا تاع الاس اس دي، ماشي كيما 16 جيجا تاع لاش دي دي. هذا ما كان ليكيب. دونك جيسبر ما طولتش عليكم بزاف، درت لكم فيديو خفيف، فيديو قصير على السي بي يو. الخطره الجايه بربي ان شاء الله راح نفهموا مع بعضنا لا رام، اي ابري نزيدو ندخلوا في دي ديتاي اكثر
على الهاردوير وان شاء الله وراها على السوفتوير. ليكيب جيسبر الفيديو تاع اليوم عجبكم، ما تنساوش ديروا لنا لايك، ما تنساوش تابونيو في لاشين، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. جود باي.